السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ معاكم مصطفى منعم وفيديو جديد. فيديو النهاردة هنصنع مع بعض ترابيزة للكوفي كورنر او لركن القهوة. الترابيزة هتكون ارتفاع 85 او 90، والعمق بتاعها هيكون 40 سنتي، والعرض بتاعها هيكون 80 او 83 ونص. هنظبط الفنس بتاع المنشار على 40 سنتي، وده هيكون العمق الموحد للكوفي كورنر. هنطلع اول حاجة قطعتين 80 في 40، وهنشيل من ال40 دول قيمة الخشبتين اللي هيكونوا السور بتاع الرف اللي فوق والرف اللي تحت للكوفي كورنر. وهنطلع سلخات 7 سنتي في طول 80. هنطلع 4 سلخات، كل رف هياخد سلختين يعملوا سور، والجنب هيكون 40 في 50. الخامة اللي هنشتغل بيها الكوفي كورنر هو MDF عليه طبقة ميلامين لون بني خشابي، واللون ده موجود في شركة اسمها داماس وود للي حابب يشتري اللون. وده شكل القطعيات برضو عشان لو حد عايز يكتبها. يبقى عندنا قطعتين 40 في 50 للجوانب، وقطعتين 40 في 80 للرف اللي فوق والرف اللي تحت، وأربع قطع 7 سنتي في طول 80 سنتي عشان السور بتاع الأرفف. هركب السور بطريقة زي النقر واللسان. بعمل فريز بالراوتر ببنطة 6 ملي، وبحط بسكوتة أو سلخة 6 ملي، وبحط معاها غيرة عشان يجف كويس. الغيرة طبعا بيكون أقوى جدا مع الخشب MDF السادة. وهحط يدوب حاجة بسيطة من الأمير اللي بستخدمه في معظم فيديوهاتي عشان يثبت معايا الجنب مؤقتا عبال ما الغيرة يجف من الداخل، بدل ما اعملها بقمط واستنى لتاني يوم لحد ما تجف. لا، هو الأمير هيمسكهم لي كويس وتجف على مهلها. والأمير ده أنا شرحته في أكتر من فيديو. هو مهمته إن هو بيسرع معايا عملية الإنتاج، لكن أنت لو عندك وقت كويس اشتغل بالغيرة العادي. لكن بالنسبة للمسطحات اللي عليها ميلامين، المادة دي بتكون أفضل حل وأسرع حل، بس هي مكلفة شوية. والسبراي اللي بيترش قدامك ده مجرد مصلب، بيخلي الجفاف بتاع الأمير أو الغيرة الأبيض يجف بسرعة مش أكتر. بعد كده هنبدأ نركب الزوايا الفراشة اللي هتمسك الأرفف في الجوانب. وبربط الزاوية الفراشة بمسمار 1.5 سنتي، لأن الخشب سمكه 16.5 ملي. ولو ركبنا مسمار 2 سنتي هيقب من الناحية التانية وهيبقى المنظر مش كويس. أنا استخدمت زاوية فراشة أكريليك، ممكن تستخدم المعدن وممكن تستخدم أي زاوية تانية لو الزاوية الفراشة مش متوفرة عندك. هجيب الرف اللي تحت وهحطه على الجنب واتأكد ان هما مخدمين كويس عشان اعرف هحط الامير في انهي مكان بالظبط. هنبدأ نحط الامير بتاعنا، وبعد كده نحط الجنب ونرش المصلب، وبعد كده نربط الفراشات من الداخل. المسامير اللي انا بربط بيها هي معظمها خطوة واسعة، لان انا بالنسبة لي ده افضل مسمار بيشتغل مع MDF. هو هيكون سطح الكوفي كورنر، وهيكون عكس الرف اللي تحت، لان السطح هيكون ليه سور، والسور ده هيحمي الاجهزه اللي فوق زي مثلا الكوفي ماشين او الكاتل، الحاجات دي تقع من فوق. وزي ما عملنا في الرف اللي تحت هنحط برضو الامير، ونحط الرف اللي فوق، ونبدأ نرش المصلب ونربط الفراشات بتاعتنا من الداخل. وزي ما احنا متفقين من زمان ان انا بعرض عليك الفكرة، انما المقاسات براحتك. عايز تعمل نفس المقاسات اللي انا عملتها ادينا نفذناها وكتبناها، عايز تخليها اكبر عايز تخليها اصغر زي ما تحب، وزي ما تكون المساحة عندك هتنفذها. بعد كده هنحط الامير في الارفف ونثبت الجنب التاني، ونتأكد ان هما مخدمين كويس. اهم حاجة عشان الكوفي كورنر ما تتلوحش مننا، نتأكد ان هما مخدمين. نبدأ نرش المصلب بتاعنا وبعد كده نربط الفراشات. طبعا لو بصيت لمعظم فيديوهاتي انا بحب احط امير
مع التجميع عشان يدي قوة اكتر، لان ال MDF طبعا احنا بنبقى عارفين ان هو بيكون ضعيف شوية، فبالتالي لا، لازم نقويه بحاجات افضل. الخطوة اللي بعد كده هاخد مقاس الرف اللي في النص اللي هيقسم لي الكوفي كورنر. ولو حضرتك وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ان شاء الله الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتقولي رأيك في كومنت، لان رأيك يهمني. ولو حضرتك اول مرة تشوفني على يوتيوب ما تنساش تشترك في القناة وتشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تقسيمة الرف اللي في النص برضو زي ما تحب، انما هنا انا عملتها التلت والتلتين، يعني هو 80 سنتي انا خدت 50 سنتي، وبعد كده حطيت الرف واتبقى لي الجزء التاني 30. وكنا مصنعين كوفي كورنر قبل كده متقسمة 3 خانات، هسيب لك الفيديو بتاعها في كومنت او في صندوق الوصف. بصوا يا شباب، ده شكل الرجل اللي هتركب. طبعا الطريقة دي شرحناها قبل كده في فيديوهات كتير، هسيب لكم فيديو منهم في كومنت او في الوصف. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نركب الرجول، وأول حاجة هنعملها قبل الرجول هو تثبيت القاعدة بتاعة الرجل، والقاعدة دي مهمتها إن هي بتخلي الرجل تكون مايلة. الميل بتاعها تقريبا بيكون حوالي 15 درجة مش أكتر، وطبعا بنربط الرجل فيها، والرجل بيكون راكب فيها مسمار ناحية وناحية عشان يربط في الفلانشة أو في القاعدة الحديد. هنبدأ نركب الرجول كلها ونقرط عليها كويس. ونصيحة، لما تحب تعمل رجول خراطة اعملها خراطة CNC وما تكونش خراطة يدوي، لأن ساعات بتطلع مش كويس. بعد كده هنبدأ نصنفر الرجول بصنفرة 180 أو 220 عشان ننعمها، لأن الدوفر بتاع الخراطة كان معلم فيها شوية. وبعد ما ننعمها هنبدأ نديها وش صنفرة، ونصنفره ونديها وش تاني. طبعا عدد الوشوش زي ما تحب، انا بحب ادي وشين بس او 3 بالكتير قوي للسيلر وبتكون زي الفل، وبعد كده بتدي الوش الاخير اللي هو الورنيش سواء عايزه لامع او مط. طبعا بتسيب الوش الاولاني يجف، تقريبا بيقعد له 10 او ربع ساعة، 10 دقايق او ربع ساعة، وبيكون جف تماما. بتبدأ تصنفره بصنفرة برضو 220 او الصنفرة اللي انت بدأت بيها تبدأ تكمل بيها. وفي صنفرة للسيلر مخصوص بتبدأ من 320، تصنفر وتديها الوش التاني، وتصنفر تاني وتديها وش كمان لحد ما تحس ان الملمس بتاعها بقى ناعم وجميل. بعد كده بقى هجيب منديل وفيه شوية تنر بسيطة كده، هنبدأ نظبط الشغل والفينش النهائي عشان يطلع شكله كويس. طبعا مكان الصبغة والتكحيل اللي بنعمله للأطراف بنكحلها بالصبغة عشان تطلع شكلها كويس، وده بيكون شكلها النهائي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتم، وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وبإذن الله نتقابل في الفيديوهات الجاية على خير. سلام عليكم.